تخيل معايا جلسة قهوة عادية في مقهى في وسط الحسيمة. ناداك واحد الشخص غير باش تهدر معاه دقيقة، تخرج معاه لبرا، وفي ثواني كيولي الهضرة نار ويتحول اللقاء لنهاية مأساوية بحكم المؤبد. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أحمد ياسين، وهذه قناة إيفوفيت ريل توك. اليوم غنهضروا على واحد من أبشع الجرائم اللي هزات الرأي العام المغربي كامل، واللي سالات بحكم غير مسبوق في محكمة الاستئناف بالحسيمة: السجن المؤبد في حق الجاني اللي أحرق الفنان مصطفى المعروف بسوليت. القصة وقعت في شارع الزلاقة. الفنان سوليت كان جالس في المقهى كيضحك ويهدر مع الناس بحاله بحال أي نهار عادي. جا واحد الراجل نادى عليه يخرج يهدر معاه غير دقيقة برا. سوليت خرج معاه بلا ما يشك في شي حاجة، وفي برا المقهى وقعات الفاجعة. الجاني سكب مادة قابلة للاشتعال على جسد سوليت وأشعل النار فيه قدام أعين المارة. الناس تصدمات، جراو يحاولوا يطفيو، صراخ وفوضى، وتنقل سوليت بسرعة كبيرة للمستشفى الجامعي في طنجة، وهو في حالة حرجة بزاف بسبب الحروق الخطيرة. لكن بعد ساعات قليلة توقف القلب، والفنان سوليت فارق الحياة. التحقيقات بينت أن الجريمة ما كانش انفعال لحظة، بل قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وإضرام نار عمدا انتج عنه الموت، مع أفعال وصفات بالوحشية ومحاولة طمس معالم الجريمة. جلسات المحكمة كانت طويلة: استماع للشهود، دراسة ديال التقارير الطبية، ومرافعات الدفاع اللي حاول التماس التخفيف. لكن الهيئة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة كانت صارمة ورفضت أي تخفيف، وأصدرت الحكم النهائي: السجن المؤبد للجاني الرئيسي. هذا الحكم جاب رسالة واضحة: اللي يستهين بحياة الناس ويحول خلاف بسيط لجريمة وحشية غادي يلقى أقصى عقوبة ممكنة. قضية سوليت بقات مثال مرعب: لحظة غضب وحدة كتقدر تسد مستقبل إنسان للأبد وتطفي ضوء حياة إنسان آخر بلا رجعة. العنف ماشي حل، والحياة عندها حرمة ما تقبلش تعدي. وقبل ما نختمو، قل لنا في التعليقات، واش في نظرك الحكم بالمؤبد قادر يردع هذا النوع من الجرائم، ولا خاص المجتمع يخدم أكثر على الوقاية قبل العقاب؟ إلى عجبك المحتوى ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات باش توصلك الحلقات الجاية. إلى اللقاء.